كالعادة دائما بنحتفي بالرموز والمبدعين من كل أرجاء الوطن العربي. يعني الضيف هذه المرة من دولة ليبيا الشقيقة. ليبيا فعلا. لأنه ليبيا يمكن ما فيهاش دول مش مسلط عليها الإعلام بشكل قوي، فما فيش مناحي كثيرة ثقافية أدبية سياسية مش عارف إيه. الفترة الأخيرة بس بدأت ليبيا تتجه ليها بسبب الأحداث السياسية أسفا طبعا. وكثير من مناطقنا العربية فيها مبدعين، زي ما كنا بنتكلم على أنه السودان أيضا فيها كثير من المبدعين بس ما كانش في تسليط الضوء، فبنتفاجأ بكتاب سودانيين، بنتفاجأ بإعلاميين لهم أدوار كبيرة. خدوجة صبري تلفزيونية شفتي كم تجربة تلفزيونية سينمائية مذيعة، مثلت في عدد من الأفلام والمسلسلات الليبية وبعض أيضا الإنتاجات العربية، ساهمت في بعض الأعمال المنتجة بشكل عربي طبعا يعني خارج حدود ليبيا. 40 عمل للإذاعة الليبية أو ما يزيد كمان عن 40 عمل. خدوجة الصبري متزوجة من المخرج الليبي ولديهما بنتان ريم وليبيا. الله. طبعا ويعني كجزاء لأي مبدع أن يحصل على أو يحصد الكثير من الجوائز. بالفعل حصلت على العديد من الجوائز العربية والمحلية، أبرزها جائزة الدولة التقديرية 2010. كرمت في العديد من الدول العربية والأجنبية زي كوريا الشمالية، الإمارات، الأردن، مصر، تونس، عبر رحلة حافلة بالنجاح والإبداعات. هتكون معانا بعد قليل، خلينا في البداية نتابع هذا التقرير. خدوجة صبري هي ممثلة تلفزيونية وسينمائية ومذيعة ليبية، شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات وبعض الإنتاجات العربية، إضافة لبعض البرامج التلفزيونية، كما قدمت للإذاعة الليبية ما يزيد عن 40 عملا إذاعيا، وشاركت في 8 أفلام ليبية. تلقب خدوجة صبري بعدة ألقاب: سفيرة الفن الليبي، نجمة ليبيا الأولى، وفراشة الفن، حيث حازت على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان آفاق السينما العربية والأفريقية الموازي في قرطاج، كما كرمت في المهرجان الوطني الليبي للفنون المسرحية الذي أقيم في درنا عام 2008 في ليبيا، وفازت بجائزة الأداء الدرامي من مهرجان أوسكار الدولي التاسع بمدينة الغردقة في مصر عن دورها في مسلسل وشاء القدر من إخراج عبد الله الزروق، وشاركت فيما يقرب من 22 مسرحية متنوعة ما بين العالمي والاجتماعي والاستعراضي. ومن مسرحياتها البنت اللي قالت لا، وعريس بنت السلطان، وبدون تأشيرة، وحكاية طرابلسية التي حصدت عنها مؤخرا جائزة أفضل ممثلة في مهرجان عشية طقوس المسرحية بالأردن. رحلة إبداعية كبيرة، يعني تنورنا اليوم الفنانة الليبية خدوجة صبري، نتكلم معها ونقول لها مشتاقين. وإيش أخبارك؟ الحمد لله، كل سنة وأنت طيبة وبخير والعافية. كل سنة وأنتم طيبين. خلينا نبدأ من آخر عمل حصلتي من خلاله على جائزة أحسن ممثلة، حكاية طرابلسية. نعم. هل يعني هذا العمل بيتناول كما هو واضح من اسمه يعني شيء متعلق فقط بالمجتمع الليبي؟ هي حكاية طرابلسية قد يكون فعلا ليبية نقولوا بحتة، لأن الاسم حكاية طرابلسية. ولكن الحقيقة هو العمل هو عربي، لأن مأساة أو مشكلة المرأة الطرابلسية أو الليبية أو العربية بشكل عام هي تتلخص في يعني توفت وبنتها كانت عايشة معاها. البنت هذه كانت ماسكة كل شغل البيت وهي المسؤولة مع أمها، وأخوتها كانوا يشتغلوا وكذا وكذا وكذا، وهي كانت مهتمة. لما الأم توفت قعدت هي وحيدة، فكانت حتى الأخوت اللي كانوا معاها كل واحد مشي في مكانه. أيضا حكاية طرابلسية مشكلة البنت لما تتعدى السن 40 سنة ما تتجوزش، فهذه أعتقد ماهوش مشكلة محلية، هي أكيد مشكلة عربية في أي مكان. ولهذا الحمد لله لاقت النجاح واصبحنا نعرض فيها في الوطن العربي كل مره في مكان. يعني ما شاء الله ما شاء الله. يعني احنا لينا عتب بسيط جدا، ودائما العتب مش على منطقه عربيه بعينها، لكن المناطق المظلومه اعلاميا. مع هذه المسيره الكبيره ومع هذه الانطلاقه الرائعه بين اكثر من محفل دولي، صحيح. ليش الاعلام الليبي مش مسلط على الكوادر البارزه وعلى
نادرا ما بنقرا عن كاتب ليبي صرح بكتاب رائع او في مناحي عن الحياه الليبيه. مش بالعكس، يمكن هنبدا نلفت الاضواء على منطقه عربيه فيها ثقافه وفيها موروثات وفيها. اكيد ليش الاعلام مقصر؟ والله شوفي، ممكن نقول لك اساسا هو تقصير من الاعلام الليبي، يعني هذا بالدرجه الاولى، لان اي بلد هي لما تصدر اعلامها مبدعيها فنانيها طبعا هذا شكل، هذه ثقافه في حد طبعا طبعا يعني اي بلد بتعرفي ثقافتها اكيد من مسرحها من مبدعيها، هو هذا الشيء هذه الواجهه الحقيقيه. صح. ولكن هناك العديد حقيقة من المبدعين على كل المستويات، فنانين، كتاب، فنون تشكيلية، فنون شعبية، كل هؤلاء المبدعين يحاولوا ان هم يقدموا الصورة الرائعة لليبيا او للمبدعين. لكن خارج ليبيا لا داخليا طبعا متواجدين على اعتبار ان اكيد طبعاً يعني دولة قائمة يعني باعلام هذا. اما احنا ايضا يهمنا ان احنا شغلنا يشوفوه الوطن العربي. هل هي مشكله تسويق؟ هل هي مشكله انتاج؟ لا، هي الحقيقة مشكلة ان احنا مش مهم ان احنا نصادروا اعمالنا، حقيقة احنا الان يعني نحكوا بصراحة لا صح، يعني ان ما كانش يهم ان احنا نقدموا اعمالنا، ان هم الاخر يشوفوا اعمالنا، اللي بيشوفنا مثلا يشوفنا من خلال قنواتنا، وطبعا هذا خير، يجب انه يكون حتى في تبادل. شيء جميل ان احنا نعمل الليبي يعرض في مصر، يعرض في اليونان، عفوا في اليمن، في تونس، في المغرب، هذا شيء جميل. المغرب العربي قد يكون فعلا في تقارب بيناتنا، يعني نشوفوا اعمال بعضنا طبعا. نعرفوا فنانين بعضنا، اما غير هيك مثلا نقولوا في مصر صعب جدا ان هم يعرفوا فنانين ليبيين او توانسه او جزائريين او مسلسل ليبي باللهجه المحليه الليبيه عشان نقرب اللهجات. ولهذا أنا اصراري كان حقيقه جدا مهم انني نقدم هذا العمل حكايه طرابلسيه باللهجه الليبيه، باللهجه الطرابلسيه، باللبس الليبي المحلي، المصطلحات اللي هي باهي وكيف حالك ومرحبتين، يعني حتى التفاعل مع الجمهور في كل مرة لما قدمتها في المغرب كانت شديدة الخصوصية، لما قدمتها في تونس نفس الشيء، لما قدمت العرض في دمياط كان رد تفاعل جميل مع الجمهور الدمياطي. الله. حقيقة يعني بالفعل كانت الآن لما قدمتها في الأردن كانت لان الاردن في البدو قريب جدا من اللهجه الليبيه، بس اللهجه الليبيه انا عايزه اكلمك عنه تحديدا، انه اللهجه الليبيه مش صعبه يعني اذا بتتكلمي عن انها شديده التقارب مع منطقه المغرب، لا منطقه المغرب لها لهجه صعب ان اي حد يفهمها. لكن انا نقصد المغرب بالعربي، لكن لما نقولوا صح اللهجه في الجزائر او في المغرب او تحديدا او في تونس تعتبر ليبيا اوضح جدا، يعني تكون هي مبسطه او اللهجه الثالثه او قريبه جدا لمنطقه هنا في مصر. بحس ان مرسى مطروح مثلا. ايوه دايما قريبين يعني مرسى مطروح طبعا قريبه شويه. انت ايضا مذيعه يعني ازاي قدرتي تجمعي ما بين التمثيل وتقديم البرامج؟ شوفي، هي فكره اني اقدم برامج هي جت يعني بالصدفه، ما هيش تخصصي طبعا، مش هنقول زي حضرتكم لا يعني ما شاء الله عليك، ما شاء الله هي جت يعني في الاصل ممثله ثم يعني نعم، لان تحسي انني حتى لما قدمت برامج، يعني قدمت برنامج كان اسمه ليلى، وهذا يستضيف فنانين مبدعين من الوطن العربي وطبعا محليين، والبرنامج الثاني كان برنامج انساني، يعني البرنامج اللي هو العائلات الفقيره، العائلات المحتاجه، العائلات المحتاجه العلاج، يعني نوع اخر. فهي جت بالفكره من الحقيقه من التلفزيون الليبي وقتها، جت اني الفكره لما قدمت انا البرنامج حسيت اني كانه دور، لان باش يكون ببساطه بتلقائيه يعني طبعا. فالتقديم جاء بالمرتبه الثانيه، ولكن انا اساسا طبعا ايهما اسهل؟ الممثله هي اللي انا عايشه بيها، وهي اللي بالاضافه اني مخرجه طبعا في الاذاعه. ايهما اسهل؟ لانه معروف انه السكريبت سيناريو غير محبوك، يعني غير مغلق، السيناريو شويه مفتوح لكن السيناريو بيكون ملتزمه بحوار معين. اكيد. ايهما اسهل في يعني بالنسبه لك انت؟ بالنسبه لطريقه الاداء لتعاطيك النفسي حتى على الاقل اقرب الى ذهنك والى قلبك. في المسرح ربما
تكوني تطلعي شويه خارج عن النص، لان في رد فعل جميل مع مباشر، رد فعل أيوة مباشر مع المتلقي طبعا. فهني تفرق حسب انت نبض الجمهور، انت كيف وصلت متلقي ردود الافعال، كيف ادائك من خلال انت تصفيق تحسي انت ثابته على الخشبه عارفه انت صح الان، هل الجمهور راضي عليك، هل الجمهور مش راضي، يختلف. اما في التلفزيون والسينما والاذاعه مختلف لان مربوطه، الحكايه فيها كيوهات وفيها كاميرات وفيها زوايا، فنبدا ملتزمه جدا يعني. بس حتى في المسرح نبدا ملتزمه، بس هو الجمهور هو اللي بيعطيني الدفء. لما في دفء الان الحقيقه من اجمل العروض اللي انا عرضتها الان في الاردن الشقيق، عرضت في مسرح دائري، يعني بيني وبين الجمهور ما فيش مسافه يعني قريبه يعني جدا. الطاوله الان يعني كان دفء يعني. بعدين حكوا لي بعض العرض قالوا لي ضجات القلب بتاعك احنا نسمعوا فيها. الله. يعني هذا اعطاني دفء يعني بالضبط يعني عرفتي بقدر الخوف والرعب، لان جمهور النخبه وجمهور المهرجانات دائما مختلف على العادي. انا في الاخر لما بنقدم عرض بنقدمه للجمهور، ما نفكرش ان هذا العرض للمهرجانات، انا افكر ان المشاهد العربي يستفيد من هذا العرض زي ما انا استفيد انني اقدم هذا العرض. العمل حكاية طرابلسية هو أيضا تجربة عربية. لما نحكوا على التجارب العربية، أنا عندي تجارب كثيرة مع مخرجين أسماء كثيرة زي أستاذ الراحل حسين كمال، خرج لي فوازير حوالي 15 حلقة، أستاذ محمد فاضل اشتغلت معه، أستاذ أحمد الخطيب عمل لي فيلم للسينما روائي طويل، يعني أسماء كبيرة الحقيقة اشتغلت معها. أستاذ ممدوح مراد عمل لي مسلسل. مع هذه كل اسماء اشتغلت مع اسماء كبيره ليبيه، استاذ محمد مختار، استاذ عبد الله الزروق، يعني محمد سويسي، يعني الفي توري العايب، كل هذه الاسماء هي اللي خلتني انتشر انا باسماء ليبيه بالتاكيد. الحكاية الطرابلسية جد إنتاجها ونحن في هذه الأيام نعيش كل الظروف الصعبة طبعا. ولكن يجمعنا الفن صح، يعني فعلا الفن لغة واحدة حقيقية، لغة واحدة تعبر عن كل الإرهاب. احنا الفن نقدر نصادره فيه كل اللي نحسوا به، اللي احنا مؤمنين به نقولوا من خلال رئاستنا. فجاءت فكرة أن هذا العمل يكون نص ليبي للكاتب الكبير منصور بوشناف وللمخرج المصري جمال عبد الناصر، والفريق التقني أيضا ليبي مصري، فكان في روح جميلة في هذا العمل يعني فعلا المصري بيدير واجبه والليبي بيدير واجبه، وفي الآخر الحصيلة أن احنا قدمنا عمل نسافروا به ونتحصلوا عليه في جوائز. أعتقد هذا شيء يعني فعلا يقول عرفنا نجمع انفسنا، طبعا عرفنا نجمع انفسنا في دائره يمكن اغلقت على السياسيين، لكن الشعوب وحدتها. احنا بعيدين عن السياسه، برنامج المسرحيه اجتماعيه تعطيك روحانيات. كتر الام في وجودها في حياتنا، الام شيء نعمه كبيره، اللي يفقدها يعني يحس معنا. فلهذا انا كم من مره في العرض نلقى في ناس تبكي، يهنوني على العرض يقولوا انت بكيتينا، انت خليتينا نبكي. وخاصه ابداع الممثل انه هو يصل الى هذه نقطه من الابداع، من التواصل كمان مع الناس، انه يصل الى اعماق جرح الناس. هو هذا يعني خلينا ناخذ فاصل ونكمل مع حضرتك. بعد الفاصل فراشة الفن الليبي تخبرنا عن حال الفن في بلادها.
ما زالت منورانا الفنانة الليبية خدوجة صبري. يعني حتى الآن يعني في ظل هذه النجاحات ما زال المشاهد العربي والجمهور العربي لم يتعرف بشكل كبير على خدوجة صبري ولم يتعرف على الفن الليبي. لماذا لا يتم اشتراكك في أعمال، في النهاية هقول أعمال مصرية لأنه هي البوابة الرسمية لأي فنان؟ أنا زي ما قلت لك من شويه تعاونتي مع مخرجين، أيوة، لكن لماذا لم تجارب عربيه بس في الاخراج، وكان انتاج ليبي، كنا نصوره هنايا في مصر، وكنا نصوره في اليونان، وكنا نصوره في ليبيا. ولكن انا بعد الان يعني شبه استقراري في مصر، كانت التجربه الاولى حكايه طرابلسيه، وان شاء الله يعني التجربه الثانيه من هنا لرمضان القادم وانتم طيبين حنكون ان شاء الله عندنا اكثر من فكره، نحاول ان احنا يكون في عمل ليبي مصري يمني سوري، المهم عمل مشترك، لان فعلا في رمضان هي اللمه الحقيقيه طبعًا تجمع طبعًا الوطن العربي. ومفتقدين مفتقدين لون يجمعنا، انه المشاهد يجلس متابع كل الالوان موجوده في لون واحد. بالضبط، مفتقدين العمل الجماعي، يحب يتابع الفنان من بلده، شيء هذا احنا نحسوا به، احنا حتى كمشاهدين، غير ان احنا فنانين لما نلقى اي عمل في ليبي اكيد نفرح. صح، أكيد يعني صح. يبدا عندي شعور اني بنتبع ولد بلادي او بنت بلادي شنو تعمل. فهذا اعتقد ان هي الخطوه القادمه باذن الله. انت سفيره ليبيا الان في برنامج صباح مساء، فنستغل لها فرصه عشان نخفف كمان عن الناس، وننقل كمان ايضا احنا بننقل رساله. اهم العادات والتقاليد في ليبيا، اهم يمكن نقول احلى اكله تاكليها في العيد في ليبيا، ايش احلى اكله؟ بالنسبه للعيد طبعا العيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين، وكل الساده المشاهدين وكل فريق العمل اللي هم طيبين، وعيدكم مبارك. بالنسبه للمغرب العربي ليبيا بالتحديد، هو اليوم العيد هذا صعب شويه لان في شغل للمراه بشكل غير عادي. تعمل العصبان اللي هو بعد الذبح، بعد ما يذبحوا. اي طبعا هو اول حاجه الناس تعيد الصبح على بعض ويصلوا صلاه العيد، وبعدين يبدوا في الذبيحه، ويبدوا عاد في الشواء. وبعدين الاكله المشهوره، في ناس بتاكل بازين، هذه الاكله المشهوره. في ناس بتعمل مكرونه بكبكه. في ناس بتعمل طبعا اللي هو العصبان، احنا نقول اللي هو البومبار هنا في مصر. البومبار ايوه. فكل وبتعملوا القلايه، وبيعملوا الفاصوليا، بيعملوا السمك، كل هذه الاطباق. ما فيش طبق مميز للعيد زي مثلا في مصر الفته باللحمه. تمام. هذا عباره عن ايه؟ هي عباره عن دقيق وشعير وباللحمه والبطاطا والبيض، يعني هذه شبه الثريد، شبه الثريد شويه، قريب شويه. الثريد. اي هو طبعا في اللي يحب رطب زي ما نقول، وفي واحد يحب ثقيل. لكن التنوع في العيد بشكل كبير يعني، والشغل للمرأة في يعني بيضيع اليوم كله، خاصة أول يوم وثاني يوم في العيد. بعدين عندنا حاجة ثانية أهم حاجة اللي هو لحمة الجديد. ما أعرفش أنتوا عندكم الجديد اللي هو اللحم الناشف. اللحم بينشروه، بيعملوا ابهارات، ويقعد يوم 2 في الشمس، وبعدين يقلوه ويعملوا بيه بقى الرشته والمبكبكه. لا هنعزمك على اكله لازم. شوقتك. متعوده تسافري في العيد اذا ما كانش عندك شغل؟ في العيد لا دائما في العيد هو المناسبات، لان هذه هي الفرصه الوحيده اللي احنا تجمعنا بالاهل وبالاحباب وبالاقارب. فما نصدقوا المناسبات هذه ان احنا نكونوا متواجدين مع اهلنا واحبابنا، لان لحظات العيد يعني وانت مع الاسره لها طعم، زي ما نقول في رمضان. الاحداث السياسيه اللي حاصله في بتشهدها ليبيا للاسف في هذه الايام، ازاي اثرت على احساس الناس بهذه المناسبات زي العيد، وزي اثرت كمان على الفن في الفتره؟ عكست صوره اكيد، لانه تجربه انسانيه للاسف. هي اكيد بدون شك مأثره بشكل عام على الحياه، ولكن دائما احنا نقولوا يعني بكره احلى من النهارده يا رب، ولا التفاؤل موجود. ومش معقوله ليبيا حتقعد هيك، اكيد حيجي يوم ويكون الفرح سائم، ويكون الامن والامان موجود ببلادنا، ويكون فعلا الليبيين ايد واحده، لان مش احنا الليبيين نعيشوا هكذا يعني انا رغم كل شيء وقسوه الايام هذه، لكن انا متفائله جدا يعني، لان نشوف في واقع الشعب الليبي، متفائله بروح الفنان، محبه الشعب الليبي لوطنه، لا يمكن ان نقدروا نخلوا بلادنا بالشكل هذا. متفائله بروح الفنان
اللي عنده طبعاً. تطلع دائما عنده طبعا انا الحقيقه من اجمل الاشياء حتى التعليقات في الندوه، يعني كثير يقولوا لي ان في هذا الوقت بالتحديد ومثلا بلدك فيها بعض المشاكل طبعاً. وانت صامته وانك تقدمي في اسوء في ارقى شيء اللي هو المسرح، ومش هيك مون دراما، وهني الصعوبه يعني طبعاً. قصدي يعني لو عمل في جماعه في حد ياخذ منك ويعطيك، لكن تبقي انت وحيده على الخشبه، هذه صعوبه. مين مثلك الاعلى من نجمات المسرح العربي؟ طبعا بدون شك سيدة الشاشة، سيدة المسرح العربي سيدة سميحة أيوب. سميحة أيوب كان ليها تعليق على المسرحية. يعني قالت لك إيه؟ يعني تعليق وكلام كبير، يعني نفسي لما سمعتها لما شفتها في الحوار حسيت انني هي قالتها لي حقيقة على المسرح، قالت لي انت فراش على المسرح، يعني انت عملاقه، فلما تقول لك الكلمه هذه قاعد اقولها لا 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 لا, لا مش يعني عرفتي حاله من زي ما قلت يعني الحقيقه يوم افتتاح على الهسبير في المسرح الهسبير في هذا البلد الجميله، يوم لن انساه، يعني حضور معظم نجمات الوطن العربي كان في هذا الافتتاح، ست سميرة عبد العزيز، لطيفة، شيرين، الأسماء الكبيرة، الكتاب، يعني فعلا حسيت في يوم فرح، في التفاف عربي حلو، في لغه واحده، حاجه فعلا حبوها حابين ليبيا من خلالي. طبعا. انا الحقيقه موقف جميل لما عرضت في دمياط، بعد العرض اجمل كلمه سمعتها ربنا يحميكي يا ليبيا يا رب، والله العظيم قشعريره صارت لي، يعني لان طبعاً. هم شافوني يعني على المسرح انهم ليبيا قدام. ليبيا ما هو انا قلت لك ليش انت الان سفيره ليبيا في صباح مساء، يعني شفتي يعني احساس رائع انك تحملي وطنك طبعا على خشبه، صح. يعني ويا ريت كمان الوطن في حالة أمن وسلام واستقرار، بالضبط. وطن مجروح وأنت تعبري عن الفرحة بلغة بالضبط. الجرح، لكن يعني صحيح بشكل وصلت الرسالة طبعاً. ربما بإحساسي الصادق، لأنني فعلا صادقة، كل كلمة نقولها في المسرحية، رغم أن في ناس قالوا أن هذا عمل سياسي، ولكن هو لما يشوفوا العمل يلقوا أنه هو عمل إنساني، ولكن إحنا محتاجين فعلا للإنسانية، صح. الكلمة الحلوة تبقى باقية، لأن الأم هي وطن طبعا. ولما نتكلم على امي امك يعني نتكلم على ابطالنا، ما فيش اغلى من الوطن. والسياسه كمان يعني هترجع واراضينا هترجع باذن واحد احد يا رب، ومنصورين واليمن ما شوفي في كل واحد فينا جرح، ويعني انا نعم. بحاول، يمكن حتى سينار من فتره كانت بتسالني بتقول لي اسماء الواحد كيف بيقدر يتجاوز المه، صحيح، مش غربه، مصر بالنسبه لي مش لا غربه لا بالعكس أبداً. لكن انت يعني اولاد عمك في تحت ضغط الضرب وتحت وطأة، لكن ترجعي تقولي يا رب اللي بيتك طبعاً. يعني اماكن طبعاً. حتى انت مرتبطه بيها في سينار. متخيله اني مدرستي تاذت، الشارع اللي كنا متربين فيه مع كثير من صديقاتي تاذى، بيوتنا احنا كبيوت اهالينا تاذت، العاصمه بجلاله قدرها، يعني تخيلي يكونوا موجودين فيها بقوه السلاح وما شابه. الحمد لله مش هنعكنن على الناس. استني عشان انا في بالي شيء الحين، استني. احلى عيديه جت لك، احلى عيديه جت لك كانت كم؟ احلى عيديه جت لك كانت كم؟ يعني انت دلوقتي بتدفعي العيديه ولا بتاخدي العيديه؟ الاثنين. انا عايزه ادي وعايزه اخد، حلو برضه. طبعا بتدي لابنائك وبتاخدي من زوجك. هي حلوه العادات والتقاليد اللي ما زلنا نعيشوا بها جميله، بس عيديه لحد الان انت متذكراها؟ والله اي طبعا متذكرتها من بوي، من بابا. من بابا الله يرحمه. تذكري كم كانت؟ هو كان مبلغ رمزي، يعني مبلغ رمزي، ولكن السعاده انك خديتي حاجه وتبي تمشي تشتري حاجه براحتك طبعا اللي انت تحبيها طبعا. ف5 جنيه ولا 6 جنيه ما هوش مبلغ، لكن بهذاك الوقت كان لي مبلغ طبعا. طرت، لكن تعرفي وين طرت بيه؟ مشيت لي خديت تذكره، مشيت انا وامي حضرنا فيلم صغيرة على الحب لسعاد حسني. الله، يعني انت من يومك ما فيش كلام، خلص من اول عشان عيديه. ماما كانت الله يرحمها، امي كانت في يوم في الاسبوع يديروا في يوم للنساء فقط حضور الافلام. فكنت انا طفله نمشي مع امي في يوم في الاسبوع، فعشقت حاجه اسمها سعاد حسني. يعني اول فيلم في حياتي شفته صغيرة على الحب، وبعدها طبعا سيد الشاشة فاتن حمامة في لا أنام، يعني شوف الفيلم هذا صعب، وأنا طفلة لما كنت نشوفه، يعني لا أنام هذا هو نفسه فاتن حمامة مختلفة عن العادة، إنها أول مرة تاخذ شخصية شريرة وكذا، فعشقي من هنا بدأ مع أول عيدية. والله صوري قلت لها يوم تحبي تلعبي يوم نمشي ناخذه للسينما، أنت عندك فلوس اللي أعطاهم لي أبوي نمشوا بيهم للسينما. تحبي تمثلي أدوار إيه؟ يعني تحبي دايما إيه الأدوار اللي بتستهويكي؟ هل الأدوار
الادوار الاجتماعيه، هل ممكن تحبي تخرجي عن السياق وتمثلي دور مثلا شريره، تمثلي حاجه بوليسيه؟ شوفي، هو الممثل المفروض يمثل كل الالوان، بس هو يجد نفسه وين، ومرات احيانا المشاهد وين يحبها. صح. يعني صح. هذا المشاهد برضه مشكله انه هو يحطك في مكان معين. انا قعدت فتره المخرجين حطوني في ادوار البنت الغلبانه، المراه المظلومه، مش عارفه اللي تقول حاضر باهي مكسورة كلها الجناح. يعني ما فيش رده فعل يعني. بس بعدين انا يعني تمردت على الوضع. خلاص فعلا تمردت، لانني قلت لا حنقعد على نفس، لقيت نفسي ما فيش تجديد في الادوار، فتمردت فعلا. وكان في فرصه جميله في مسلسل اسمه الكنه، الكاتب عبد الرحمن حقيق وللمخرج الراحل محمد الكامل. كان في شخصيتين اللي هم سلفات، يعني جوزة الابن الاول والثاني. في واحده طيبه وواحده شريره. أنا تم اختياري في الشريرة. لما جاني أستاذ الهادي حقيق وقال لي دور قلت له لا، أول حاجة الناس هيك حتكرهني. بس لما قعدت نقرا ولما قعدت لقيت الشخصية جميلة، يعني فيها شغل، وهو هذا اللي نبحث عنه. فلما أخذت الدور الناس حبتني، بنحسبها توقعت أن تكرهني، الناس حبتني، يعني حبتني لأن أولا تغيرت جلدي معش هذيك المرأة المسالمة شريرة، لكن شريرة فيها كوميديا أيضا. لو عموما الناس أصبح عندها وعي، أصبحت بتفصل ما بين الفنان وادواره طبعا. يعني لا تصوري في ناس، بعض الناس لا شافتك شريره. لا شريره، انت يا شريره. ما هو في واحده من الحلقات وانا بطبخ الرشته اللي هي الاكله الليبيه، رشه كسكاس الطرابلسيه، اللي سلفتي بدل ما زدت لها الملح يعني عشان الاكل يطلع بايظ، هي اليوم ليها. فكان مشهد هو بقدر ما فيه لكن فيه كوميديا. فمن يوميها الناس تقول لي انت يا شريره تحطي في الملح خبيثة. يعني الناس يعني قلت لهم لا هذا كبروح على الموضوع مش حقيقه، لانه سبحان الله بيتعامل معك المصداقية. نفسيا. طبعا بيتعامل معك نفسيا بالضبط. ومن كثر حبه ليكي هيقتنع بشخصيتك بالضبط. الشريره، هتنطبع داخل الشريره. صحيح. فعلا. واذا كرهك ده نجاح ان نجاح انت فعلا طبعاً. قدرتي هو توصلي لكن انت تبني معاه مصداقيه. تستغربي يعني مرات نقول لهم لا يعني لازم نفصله شويه، لكن هي تعيش الشخصيه هذه معاهم الان يطبقوا علي بشخصيه سميره من الافضل يعني شوفي، جدا هروح بعدها بعيد من ليه؟ اعمال. ما لسه حضرتك بتضربي مثل بانه لا انام، انه كان نقله عن فاتن حمامه طبعاً. المستكينه المسلمه ما تصدقيش ان سيده الشاشه ان هي تعمل دور لا انام. طبعاً. يعني المعتاد دائما احنا متعودين على طبعاً. يعني الشخصيه الجميله اللي نحبوها، يحبوها الشباب ويحبوها البنات. شخصيه طيبه، الشخصيه الوديعه، شخصيات قدمتها على مر السنين، لكن في لا انام سبحان الله ونجحت بشكل كبير، رغم ان هي حتى بقى نذكر فيها انا قالت اني ما عادش نعيد التجربه لانني حسيت اني فعلا شريره، لكن هي نجحت بتفوق لان حبوها ايضا الناس، فهذه ميزه للممثل يعني. الرحله القادمه على فين؟ بالحكايات الطرابلسيه كلها فين هتروحوا؟ العرض الجاي فين هيكون؟ ان شاء الله في الجزائر. عندنا عرض في الجزائر باذن الله، وعندنا دعوه ايضا في ايطاليا وفي تونس. في تونس في مهرجان المراه يعني خاص المونودراما وخاص بالمرأة. والمرة هذه الحقيقة في ميزة أيضا مهرجان حي كل القائمين عليه أنه هو حيكون يوم مخصص لليبيا. فحيكون في فرق موسيقية وفنون شعبية وحيكون مسرح، فأعتقد هذه في احتفالية خاصة يعني. فالحمد لله يعني. أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله تحصدي العديد والعديد من الجوائز، ونشوفك في رمضان القادم زي ما وعدتينا ان شاء الله تكوني في اعمال مصريه يعني تدخلي بيها كل بيت مصري وعربي يا رب ان شاء الله. استاذه خدوجه صبري، شكرا جزيلا لك ونورتينا. شكرا يا غاليه، ودائما احتفظي بهذه الابتسامه المشرقه واتركيها على الله. اوطاننا ترجع باذن الرحمن. تسلمي يا وانتم طيبين. وانت بصحه والسلامه. الف سلامه. خليكي مرتاحه. نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع. اكيد يلا ان شاء الله نرجع. بعد الفاصل، جسر باريس مكان خاص للعشق، ومعرض موناكو روعة اليخوت.